مش الاهلي اللي يقعد 10 ماتشات ما يكسبش، لا مش الاهلي. مبروك يا اهلي، كسبت النهارده بطلوع الروح، مبروك. انا كنت قربت ازعل لك يا راجل، انا كنت قربت اشجعك وازعل لك. ايه، الجمهور جاله حاله نفسيه، الجمهور جاله اكتئاب. مش ممكن الاهلي النهارده فلت من تعادل مش طبيعي. انا قبل الماتش قلت الاهلي هينزل ياكل سموحه. سموحه ده مش فرقه يعني، هي مش فرقه، بس انا قلت هينزلوا ياكلوها. عمل ايه؟ نزل لاخر ثانيه مش عارف يكسب، لاخر ثانيه بيلوش، وبعدين ثانيه صح. الدرجن بيعمل ايه؟ يا جماعه مش ممكن، انا مش مصدق يا جماعه. كفايه تحفيل على الراجل، وكفايه احنا ركبنا الراجل ده لدرجه انه حرفيا ما بقاش قادر، ما بقاش شايف. حرام خلاص، انا من هنا ورايح هيخف عليك ومش هعمل معاك حاجات من اللي انا بعملها معاك. وصل لدرجه بؤس تخليه يصعب عليك. يعني انت كخصم فرحان ان هو مش شايف قدامه، ان هو خلاص بطل كوره، الراجل ده مشطب، الراجل ده خلاص يعني كلها اخر الموسم وهيتباع، هينزل يلعب في غزل المحله، يلعب في البلديه، فاهم، القسم الثاني، يلعب في مجموعه بحري. لكن هو صعب عليا بجد، الواد مش ممكن، الواد انتهى. وبعدين ايه تريزيجيه ده؟ تريزيجيه بيعمل ايه؟ طول الماتش بيعمل ايه؟ بيلطش لنفسه وبيخبط في نفسه وياكل في الارض ويعض في النجيله يا حبيبي الكوره مش كده، الكوره هات جون، الكوره عدي واحد لواحد واعمل باص. لكن انك تقعد تشتغل في الجمهور، خلاص بقى كفايه يعني، كفايه. خد بالك فيهم ناس بتفهم، بداوا يقطعوا عليك وبداوا يقولوا للي ما بيفهموش، فبداوا قاطعين عليك هم من بدري، فبطل تحوير، هي مش جايبه معاك. لك اللي بيفهم فيهم بدا يقول للي ما بيفهمش، فخلاص بقى كفايه عبط يعني، كفايه كفايه. بن شرقي خلاص بطلنا نتكلم عليه، خلاص بن شرقي اصلا منتهي من 30 سنه. امام عاشور، الراجل ده يا جماعه ماشي في النادي ده على مزاجه. انا مش هلعب، انا مش هديكوا حاجه، يا تدوني 500 مليار يا اما همشي وهسيبكم ومش هسافر معاكم وهحترف، هعمل اي حاجه، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. هو ده اللي عندي. الاهلي كسب سموحه بهجمتين، هجمتين اونطه كده، واحده الشوط الاولاني دي كورنر، كوره ثابته جون، مفيش حد ماسك حد، جون. الجون الثاني في اخر ثانيه. سموحه الشوط الثاني بصراحه نازل يلعب على التحولات والحاجات وبتاع، وقال لك هلعب الشوط الثاني هدافع والعب على التحولات، لكن هو زودها قوي فجت واحده بقى في الاخر يلا. لكن الجون اللي جه من سموحه في الاهلي جون مش طبيعي، مش ممكن. شوبير ايه شوبير ده؟ شفت الكره اللي طلع لحد نص الملعب بيجري ورا الواد، تحس ان هو بيجري وراه بكلب. يا جماعه العيال باظ، ايه الفرقه دي؟ احمد ربنا ان بيراميدز اتعادل لك النهارده، خلاك تحس ان انت في المنافسه، لكن انت كده كده ثالث. اهدى اهدى، قلمه قلمه، انت ثالث وصح. عشان انا كنت فرحان مع اتنين زمايلي، الحكش وزوكا والشباب، قالوا لي ان الاهلي هيكسب في اخر ثانيتين. هم زملكاويه على فكره، كانوا بيفقروا يمكن الاهلي ما يتعادل وبتاع. لكن انا بقول لك يا عم، هم قالوا لي قول لنفسك ان انت ما بتفهمش كوره، عشان انا كنت قايل لهم سموحه هيكسب. فهم قالوا لي قول لنفسك ان انت ما بتفهمش كوره، ان لو الاهلي كسب. يعني انا يا عم ما بفهمش كوره عشان خاطركم يا عم. بصراحه الاهلي يصعب عليك، الاهلي بصراحه انا بدات اشفق على الاهلي لدرجه ان انا الجول بتاع الاهلي لما جه انا فرحت، انا قمت اشجع، انا حسيت اتخضيت من نفسي. يا عم اي ما اشجع الاهلي من كتر ما الاهلي بقى صعبان عليا، مش ممكن. ايه يا حسين يا شحات، ايه اخر ماتش عايز تعمل حكايه تاني وبتاع وبيحتفل قدام الواد بقى ان انا كسبت ايه؟ مبروك المركز الثالث يا حسين، مبروك، يلا عدي، يلا عملت نمره. الجمهور اللي في المدرج ضحكت عليه، ما هو جمهور الاهلي، ما انت كده كده مش محتاج تضحك عليهم، ده جمهور الاهلي يعني، ده جمهور الاهلي، انت مش محتاج تضحك عليه يا حبيبي. بتعمل نمره ليه يا بابا؟